منافسه على الدوري المصري. في المنافسه الاخيره في الدور الاول الزمالك بيقع في فخ انبي، خليك بس في الاهلي يا عم اللي لسه متعطل في كمان الجيش. وليفربول بياخد واحد في تركيا من جالاتا سراي. ابو صلاح شكله تقل في البقلاوه بعد الفطار. وجبه كوره دسمه كبيره بطعم الابطال، وكمان هنحل المحل بعد الفطار. يلا بينا نبدا. شفت كوره شفتك المفضل. اهلا بيكم في الشفت الامتع على الاطلاق، شفت كوره. وزي ما انتم شايفين حلقه النهارده مليانه، انا وعادل ماين لكم حلقه عاملين لكم حلقه دسمه. دسم بقى افطار رمضان، دسم بقى دوري الابطال. لساني تقيل مش عارف احنا صايمين يا جماعه لسه، ده قبل الفطار. الحلقه ان شاء الله تنزل بعد الفطار. زي ما انتم شايفين ان انا وكابتن عادل عاملين لكم حلقه وبانترو سخنه جدا. وهنحل لسه كمان بالمحل بقى. انا نبدا بالمحل بقى المره دي، مش هنحل بالمحل، نبدا بعد اذنك يا كابتن. نحل الاول، يلا بينا. نحل بالاول، ونبدا بنحل بالاهلي ولا بالجيش ولا بانبي ولا بالجيش. انا المتصدر بقى يا باشا، انا هتكلم الاول عن نفسي بقى. ماشي نبدا نتكلم عن بالزمالك. الزمالك. عايز اقول لك انا شايف كهربا من بره وهو بيدي التعليمات. انا افتكرت رونالدو في نهائي اليورو 2016. جو قديم وبلدي. ايه انت جو قديم وبلدي يعني. نزلوا في الدقيقه 85 باين ولا هو كان نازل بعكاز يعني حاجه. انا مش عارف ما عملش حاجه يعني، هو بس نزل يرازي الناس ونزل رازي بزيره وبتاع وما حصلش حاجه. بس خلي بالك بس كان على الهادي برده، مش كهربا اللي احنا متعودين عليه بيقلب الدنيا اكتر من كده. خلي بالك هدي، خلي بالك شخصيته اتغيرت، هو برده البني ادم بيكبر يعني. لا مفلس يعني، نتكلم بصراحه. هو برده مفلس يعني. نتكلم بصراحه يعني. بس انا شايف ان انبي بصراحه يعني فاز بمباراه مهمه جدا. هو خليته ينط في السبعه اللي فوق يعني. الماتش ده لو ما كانش كسبه ما كانش هيطلع معاهم. بص انا عايز يعني قبل ما اتكلم هنحط رقم الشكاوى كده. يعني انا عايز اصيح الاول على البلينين اللي اتحسبوا على الزمالك، نتكلم فيهم. بص هو فكره ان انت اصلا تحسب بلينات. انا عارف انت في الدوري المصري دايما بيتعامل بغير الدوريات التانية، اللي هو لا اصل مش هينفع يتحسب في الوقت ده، لا اصل الفريق ده بينافس مش عارف ايه، لا مش هنيجي على الفريق ده قوي. فطبعا دي حاجه انا ما بحبش الكلام ده، ومفروض انتوا بتحبوا المؤامره يعني، هتفضلوا طول عمركم في المؤامره ومش هتخرجوا منها. بص البلينات كبلينات، البلين الثاني بلين، البلين الثاني بلين. طب بلين والاولاني بلين. الاولاني مش بلين. الاولاني ازاي مش يعني بلين؟ انا شايف ان الاولاني هي كورنر لما اتلعب اللعيب الزمالك رايح عليها، واللعيب انبي مأخر رجليه، هو عايز يشنكر رجليه فيه ومأخر رجليه. انت شايف ان هو متعمد يعني؟ لعيب الزمالك رايح على الكوره الاول. وعلى فكره هي صعبه قوي يعني. هي حتى هي فيها كلام بس مش ما تقدرش تقول مش بينالتي. انت لو جيت تشوفها هتقول لا طب استنى نشوف الفار، طب استنى يعيدها. عارف انت الكور اللي ممكن الحكم يقعد 3 دقايق وبيتكلم ويهدي الناس وبتاع، ده الراجل ما خدش القرار في ساعتها اكن يعني سكريبته بيتنفذ. طب ما في فار، ما لحقناش نرجع للفار حتى. طب ما هو عشان الفار، ما هو فكره يعني الفار هي مش واضحه قوي يعني. هقول لك على حاجه، فكره الفار دي هقول لك على حاجه البيلين اتحسب الثاني على الزمالك مع انه بلوه. ده انت حاسب على الزمالك بلينين في خلال ربع ساعه، وفي الاخر خسرت واحد مش فارقه. الواد بتاع الزمالك حط ايده على دماغه يعني عارف ان هو عمل مصيبه ومحدش راح للحكم. فدي مش هنرجع للفار، ما تستاهلش. انت بتتكلم على الكره الاولانيه دي سكريبت، الحكم نازل بالسكريبت طازه اهو يا جماعه. فكره الفار اهو انا عملت اللي عليا اهو، انا سلمتكم نضيف سلمت نضيف. فكره الفار ايه فكرته؟ انا دلوقتي كحكم حسبت بينالتي، لو قرار بتاعي الفار شايف ان هو صح هو مش هيرجع لي. حلو. الفار لو شايف ان هو غلط هيرجع احنا لي. ما لحقناش، ما ده اللي اقصده، احنا ما لحقناش نتاكد صح. هو مش هيتاكد، هو مش هيتاكد. لا ازاي؟ ما انت كلامك بتقول نرجع للفار يتاكد. لا انا القصد اقوله بص انت مش فاهمني. انا قصدي ان الحكم دلوقتي حسب قرار الفار، لو ما عدلش على يعني هو مش الحكم مش هيرجع صح. الحكم صح خلاص هو مش هيرجع. انا هفرض ان الحكم صح يعني، مش هقول لك ان الحكم غلط. الحكم كان واثق وشافها بعينيه، شاف حاجه بعينيه كان قريب وشافها بعينيه وحسبها. الفار ليه ما رجعش؟ الفار يا سيدي رجع. بشكش الفار ما لحقش يجيب زاويه والثانيه والثالثه لان لقطه رخمه يعني. رجع لها ناس كتير جدا حتى عملت فيديوهات، عملوا سوبر سلو موشن عشان يشوفوا ان رجل سبقت الاول على الكوره. لقطه رخمه. انت بتوصل لي ايه لما الاقي لقطه زي دي انت خلصتها بمنتهى السهوله كده؟ اللي هو انت شايف ان اي لقطه فيها كلام، لو فيها كلام حق يعني اديني حق للاخر، فيها كلام قصاد الزمالك. ولو انت وريتهاني اديني حق للاخر، ولو وريتهاني انها فعلا لعيب انبل راح للاول للكوره ولعيب الزمالك ضربه وشنكله هسكت. بس ان شاء الله حسبت عليه 3 بالمية. ما يمنعش ان كده الزمالك خسر. انا ما صرتش على الثاني، انا ما صرتش على البين الثاني، بس الزمالك كده خسر يعني. ما كانتش هي دي السبب يعني. هي دي رقم الشكاوى يعني هنحط رقم الشكاوى. هتقعد بقى بقى شويه يعني لا يعني اللي هو الناس ترد عليا تقول لي حط رقم الشكاوى اتصرف اخد دماغ في الحيط. خلصت كده صياح. هتكلم بقى شويه عن الماتش نفسه والزمالك ولعيبه الزمالك وكده. اول ماتش الاقي الزمالك بعد سلسله الانتصارات اللي عملها ان اللعيبه نازله حاسه فعلا بانها مضغوطه. الزمالك اتصدر ازاي اصلا غير ان الاهلي بيوقع نقط وكده؟
الزمالك اتصدر علشان هو ما كانش مطالب بحاجه ومحدش مستنيه يعمل حاجه، فاكنه اتسرسب واحده واحده ومره واحده لقى الزمالك متصدر. الماتش ده بقى اللعيبه كانت مضغوطه ونازله متشنجه، البلانات اللي اتحسبت حتى على الزمالك دي صح او غلط او ايا كان، بسبب ان اللعيبه عارف اللي هو انا عايز اقطع واخد الكوره واروح، انا عايز اخبط واخد الكوره واعمل، اللعيبه مستعجله قوي صح. اللي هو انا بسابق الوقت واكسب، مع ان الموقف العكس. يعني انا كان نفسي الماتش ده نبتديه هادي، ما تضغطش، ما تفتحش خطوطك. مين اللي عايز يكسب اصلا؟ انبي اللي عايز يكسب. شايف ان سبب غير من ان الاسباب الزمالك ده عايز يتصدر، انبي اصلا هيموت على الماتش ده عشان يصعد للدور السبعه. بس آه. بس هقول لك على حاجه، شايف ان الزمالك سبب من اسباب ان هو خسر المباراه دي الضغط اللي ابتدت السوشيال ميديا تصدره للزمالك، ان هو دلوقتي ابتدى ينافس وهو اصلا في ظروف بص انت ما تخليهوش يسمح. بتنكشني على الضغط والسوشيال ميديا والمؤامرات. و... سيف زاهر مطلع رئيس نادي انبي قبلها بيوم يقول لك لا 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 انا عملنا التارجت خلاص، خلصنا التارجت وقفلنا ويكسب الزمالك بقى خلاص وانا بعدين. مش محتاج بقى، وانا مش الزمالك هو اللي عايز الماتش مش انا. كهربا اللي كان عايز الماتش. والناس كانت بعد الماتش كانوا بيقلعوا ملط في اللوكر روم هم بيحتفلوا يعني. حقهم يا باشا طلعوا الدور السبعه، حقه طبعا يعني. حقه طبعا يعني ان هو يلعب ويلعب جيم فير يعني. وغير ان هو اصلا ماتش الزمالك لوحده بطوله، اذا كان ماتش الاهلي او الزمالك هو صعد لدور السبعه، هو حقق بطوله. هو يعني هو دلوقتي حقق بطوله بجد. ما هو الفكره ان احنا المفروض الزمالك كان عارف كده وما ينشدش ناحيه ان ده انا اللي مضغوط وانا الناس كلها بتجري ورايا وانا هعمل ايه وانا كسبت 7 ماتشات طب هكسب الثامن طب هكسب تاني. لا كنت صح. على الهادي واللعيبه تبقى على الهادي. وحتى التبديلات اللي حصلت هو معتمد جمال لقى واحد زي سيحه كان بدري مضغوط وكان السبب في البيلين الثاني، وكل الكره طالعه من رجليه وحشه، غير ان الملعب زي الزفت بتاع ملعب المقاولين. فانا كنت مستني ان اللعيبه تبقى على الهادي، انت مش مضغوط، انت متصدر دلوقتي ولازم تكسب، بس الفرقه اللي قصادك هتموت وتكسب انها ما عندهاش فرصه تانية. انت لسه هتكمل ماتش البطوله ماتش البطوله بتاعتك. هي لو خسرت الماتش ده هي بتلعب بقى في ناحيه المظالم اللي تحت. انت لسه معاك فرصه، لسه عامل فارق مع اللي تحتيك. لو كسبت النهارده هيبقوا 6، لو خسرت هيبقى لسه برضو متصدر. فكان انا كنت عايز الزمالك يبدا على الهادي، وده اللي خلى الزمالك نقول لنا ولا عينك كوره. الزمالك ما عملش فرص، مش الزمالك اللي اتعودنا عليه. كان شكل الزمالك غريب، التبديلات برضو بسبب ان اللعيبه مش فايقه. اضطريت تنزل عدايه الدباغ واحتجت بيه، نزلت وينج يمين وشلت بزيرا اللي هو الخطوره من عنده. حسيت انها لخبط قوي في التبديلات. شلته من اليمين شلت بزيرا من اليمين، لعب على الشمال كتير كتير. يعني انا كنت شايف ان بزيرا خلاص دخله في قلب الملعب، حط عدي وناصر يلعب 4-4-2، قرب عبد الله وبزيرا من ال18 ونزل بقى زي ما انت نزلت بقى ادم كايد هو رجع من الاصابه بقى الملعب لسه راجع. نزل اللعيبه دي في نص الملعب وقدم عبد الله وبزيرا يبقوا قدام ال18. الناس دي اللي عندها حل في وسط الزحمه. انت في ماتش زحمه زي ده وملعب زي الزفت، انت محتاج بس كوره تترمي في حته من لعيب عنده لمسه كويسه. المهم يعني هو الزمالك ما كانش يستاهل ان هو يكسب بصراحه. فده يعني خلاصه الماتش ده يعني بالزمالك وانبي. كفايه كده كلام قوي على الزمالك. نخش بقى كابتن عادل على المصيبه الثانيه، مصيبه الاهلي و2-1 قصاد نادي الجيش. انا شايف بصراحه مباراه زي دي الاهلي بيثبت فيها قد ايه هو مفلس، ياستروب بيثبت فيها قد ايه هو مفيش حلول. انت الكره معاك كل حاجه، بس انت الكره معاك مش عارف تعمل بيها ايه. انت اي حد بيعرف يلعب كاونتر اتاك، حتى دفاعك ما بقاش عندك السرعات اللي بتخليك في النص الملعب ياسر ابراهيم ترد بسرعه، او حتى الولد اللي جاب الجون زي ما انت شايف. يعني ادائهم كان مش مقنع بالمره. الكوره مع الاهلي في استحواذ بس ما فيش فعاليه، يقول لك دايما الاستحواذ سلبي. فانت واحد زي هادي رياض حتى هو وياسر ابراهيم مش قادرين يواجهوا سرعات نادي انبي. انت دلوقتي عندك واحد اخيرا ربنا اداك باك شمال كويس، بن عمري. بن عمري ابتدى يزق شويه في الحته الهجوميه. برضه ممكن تستخدمه في الحته دي السنه الجايه بقى. فتوح فعلا لما يجي. بس انا ياسر بن عمري عاجبني بصراحه جدا. بس عندك محمد هاني برضه، طبعا مش مفاجاه من محمد هاني هو قدم المستوى ده. اللعيبه فعلا مش عارفه تقدم مستوى كويس اذا كان هجوميا او دفاعيا. خلاص مشكلتك في نص الملعب. المرتدات دي كانت بتتعمل والجيش كان اخطر من الاهلي عشان نص الملعب بتاعك وحش. انت عندك مين في نص الملعب؟ عندك مروان عطيه، عندك اليو ديانج، عندك امام عاشور، عندك ما هو انت هتجيب مين؟ لا انا قصدي هم كانوا وحشين. اليو ديانج لسه عايش في وهم ان هو لعيب اوروبي وهيلعب بقى يروح في فالنسيا وبتاع. خلاص يمشي والله ما عرفناش. ما هيفضل عرفنا الوهم اللي هو فيه. هو فعلا كان بيلعب وحش جدا. وعندك مروان عطيه قدم مستوى وحش لاول مره من ساعه ما طلع مع رامز، وهو اصلا بيقدم المستويات دي. الجون الاولاني عمال يحلق على اللعيب، والجون الاولاني ده فضيحه بصراحه. لا كارثه. الجمله بتتعمل واللعيبه بتتفرج. انا خلي بالك من ساعه ماتش زد وادي ماتش الجيش، انا بجال الجمهور الاهلي لاول مره تحس ان هو جاله تناحه. كارثي كبير جدا من ياستروب بيفكرنا بيه باداء ريبيرو في كاس العالم للانديه او بعد كده. بصراحه الاهلي ما عندوش شكل
اللعيبه تحسها مش متظبطه. محمد الشناوي كفايه 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 كفايه، عندك شوبير قاعد بره حرام، مش هنفضل نعمل الروتيشن بتاعت الاجوان دي. كل الانديه في اوروبا جربتها، روتيشن بصراحه كل الانديه جربتها. اذا كان برشلونه برافو مع تير شتيجن ما نفعتش، خلاص قعدوا برافو مع السلامه. تير شتيجن كان ساعتها بقى تير شتيجن. هو الفكره اصلا مستغرب يعني، مش عارف اقولها ازاي بس يعني دلوقتي يعني مصطفى شوبير ده ابن شوبير والولد في الملعب جامد. طب مش ايه اللي عطله ان هو يلعب؟ مش مستغل. ما هو دي بقى الولد ده يثبت لك ان ربنا ان شاء الله كرمه، وهو الحمد لله كرمه وهيفضل كرمه، عشان هو ما استغلش بنسبه 1%. انتوا تكملوا مع كابتن فريقكم والقائد التاريخي كابتن محمد الشناوي. يا عم كفايه قرف بقى والله. اللعيبه فعلا بقت وحشه. وسيبك بقى من حته نص الملعب والدفاع، نخش بقى في حته. سيبك ده، دي اساس المشكله. انا لا، في اساس مشكله تانية خالص. انت ما عندكش راس حربه. لا سيبك، لا انت كده طماع قوي يعني. انت معاك الاسامي دي كلها. طماع ايه؟ هو كابوش ده يا باشا. انت لما كان عندك واحد ابتدى ينطق بعد وسام ابو علي اللي خلاص بقى مش هنقعد نعيط عليه بقيه حياتنا، جرادي شار مشيته وجيت كابوش ده حلق شعره بقى انيل، مش نافع والله ما نافع. وعندك محمد شريف اوكا واورتيجا ده، ولا مش عارف اسمه عكاشه ده، والله الواد اللي مروان شعره كيرلي يا عم حاجه مقرفه. انا شعري كيرلي، انت شعرك كيرلي ايه بس؟ مش نافع. حتى بن شرقي يا عيني حطمناه. عندك زيزو، تخيل والله بيقول لك دلوقتي المفروض زيزو يبدا على الدكه. يعني تخيل زيزو وفعلا المفروض يبدا على الدكه. عايز اقول لك على حاجه، في تسريبات كتير قوي بتتقال ان زيزو الرقم اللي كان متفق عليه، هو طبعا العقد بتاعه مش كله 100 مليون، ليه يعني مرتب اعلاناته، الباقي هيبقى من اعلانات من مثلا مستثمرين وهكذا. في بيقول لك ان هو بقى له شهرين مستحقاته متعطله. مش هو بس على فكره، هي لا دي في قرار رسمي طلع لسه من الخطيب ده. شفته بصراحه، ده بيان نزل 25% 30 شفتها على بيج الاهلي. فده 30 لحد ما نشوف النتائج. بس زيزو نفسه بسبب اللي هو انت جيت لي وانا ما شفتش اماره غير بيقول لك ما اعرفش بقى، ما فيش اي يعني اثبات على ده، ان يعني في مشكله في ان هو انت طالب رقم كبير قوي ولحد دلوقتي انا ما شفتش منك اللي انت قدمته ده. صح. فليه هو شخصيا خلي بالك، اصل الحاجات اللي ليها علاقه بالاعلانات دي انت شفت مثلا، طبعا مش هنقارن ده يعني، بس كريستيانو انت الحاجات اللي ليها علاقه بالدعايه والاعلانات دي كل ما بيقدم مستوى احسن كل ما بيجي له اعلانات احسن. انما زيزو اصلا شويه وهيقعد على الدكه، فاعلانات ايه اللي هتجيله بالظبط؟ انا هجيب لك اعلانات منين؟ هو خلاص يعني ابتدى يدفن، ودي حاجه بصراحه كارثيه. حاجه تفرحني جدا طبعا، حاجه تفرحكم انتوا، بس بصراحه حاجه كارثيه في النادي الاهلي. انا مش عارف بصراحه ايه الحل في المشكله اللي زي دي، خاصه يعني ان الاداره تحس ان هي عايزه تساعد بس خلاص بقى ابتدوا يكشروا عن انيابهم. هو ده الصح، لان انت دلوقتي في موقف زي ده انت مش تقدر تطبطب. كفايه طبطبه، كفايه المدرب اللي يستروب اللي بيطبطب على اللعيبه. انا شايف ان واحد يعني بصراحه جاي يعمل سبوبه يعني. جاي يعمل سبوبه. انا شايف انت عندك بصراحه، ويعني حاسس ان ممكن ناس كتير قوي تعارضني على الموضوع ده وقت واحد من اتنين. اذا كان علي ماهر وبالاداء العالمي اللي هو بيقدمه، واحد زي ده يتمنى فرصه زي دي، او بصراحه ودي اتمناها اكتر، حسام البدري. والله حسام البدري هيظبط الميله دي. الفكره الزمن اللي احنا فيه ده مش بتاع مش بتاع حسام البدري، ومش بتاع عشان كبره، بس مش عشان كبره. علي ماهر بيعمل نتائج حلوه مع سيراميكا، بس مش زي حسام البدري. بس انا عايز اسالك سؤال، هو ازاي علي ماهر هيجيب لعيب زي ما بيعمل في سيراميكا، هيجيب لعيب على الخط في وسط الماتش والكاميرات كلها بتصوره ويجي يكشر له ويهزقه ويزعق له؟ مش عاجبه يمشي. ايه اللي مش عاجبه يمشي يا باشا؟ هو انت عندك يا عم، طب انت ما هو ما فيش حد هيمشي دلوقتي. اللعيبه بقت اكبر من المدرب، ان اللعيبه دي فيها استثمار ولازم تنجح. انا اسالك سؤال، بس بص، لو اللعيبه دي ما نجحتش معناه كده ان الاداره فشلت، لان الاداره عملت الخطه دي اخر سنتين. ايه اللي بيحصل في ريال مدريد؟ نفس اللي حصل بالظبط في الاهلي. عندك واحد زي شابي الونسو، لما واحد جاي عنده فكر وعنده مشروع وعنده اداره مختلفه وعنده شخصيه، اتخانق مع اللعيبه ومشوه. ده المحترم شابي الونسو محترم. حسام البدري ماشي، هم عايزين اربيلو والطبطبه، نفس اللي بيحصل في الاهلي بالظبط. بس انا شايف وجهه نظري بصراحه ان ده نموذج فاشل. انا شايف النموذج الناجح عندك ارتيتا، عندك واحد زي ارتيتا، عندك واحد زي زين الدين يعني زيدان، عشان اللعيبه حاسه انها المدرب والنادي اكبر منهم لسه. ماشي يعني انا ككريستيانو، كريستيانو المدرب الوحيد اللي في التاريخ اللي قبل ان هو يقعد معاه على الدكه هو زيدان. ماشي، مين اكبر نجم عندك في الاهلي؟ عندك كذا نجم. انا شايف من وجهه نظري امام عاشور. ايه اللي حصل فيه لما فكر يقلب وشه؟ خلي بالك انت الصوره الوحيده مش في المدرب، انت الصوره عندك صوره خطيب. انت عندك هو عمل وتعاقب 3 مرات، عملها وتعاقب، والمره دي لا. بس بص، هو بيدي مثال للناس التانية. بص انت اعمل اللي انت عايزه وبعد كده اطلع بوس الشعار وادي البيان. الاداره هتعمل اكتر من كده، خصمت له وقعدته 5 ماتشات. كانت بتعمل اكتر من كده. ايه ده ليه يا راجل؟ ده كانت اكبر عقوبه في تاريخ الاهلي. اداره الاهلي كانت بتعمل اكتر من كده وكانت بتمشي. ايوه، اكل عيشك اتقطع هنا. معاك مش قصدي ان انا بقول لك كده عشان انا زملكاوي فاقول على الدنيا وارمي. انا قصدي ان انت اتغيرت عن قبل كده.
فانت اللي اديت سماحيه للعيبه انها تعمل فيك بس كده. لسه مش هقول لك بقى والله المبادئ والقيم، بس لسه في جزء كبير من مبادئ والقيم، ان انت دلوقتي واحد زي ده مفيش حاجه اسمها الكلام ده. حرمته 5 مفيش ماتشات، حاجه اسمها الكلام ده. حرمت لا والله يا سيبك عم ان انت مفيش حاجة اسمها زملكاوي، الكلام ده يا حرمته عم. 5 ماتشات وقعدته على الدكه وخصمت له. طب انت هتعمل ايه؟ ما انا فاهم انت عايز تمشيه بقى خلاص احسن لعيب في مصر مشيه، ما هو برضه لا الموضوع انا مش انا قلت الموضوع حتى مش جملة. كده برضه، انا الموضوع قلت مش اصل بص الزمالك ما بيعملش كده وبيحصل انيل بيطلع انيل من كده، انتوا ما بس انا تتكلموش. بس انا ما قلتش ان انا لا انا عندي حد واللي هيعدي. طب ما ده اللي حصل، ما ده اللي حصل. لا انت كنت انت عايز ايه؟ انا بكلمك على يعني الاهلي انتوا لوحده. نسيتوا ايه اللي كان بيحصل فيكم اذا كان من امام عاشور نفسه او انت بص رميت عليا، واصلا انتوا ايه المعايير دي اللي مفيش حد واللي مش عاجبه يفوت والباب يفوت جمل، وكنت بتعمل كده. طب ما هو ده حصل بقيتش اهو. تعمل ده. ايه اللي ما حصلش؟ ايه ما الموقف لسه بقول اللي لك الاهلي ما خدش امام عاشور؟ انت شايف ان هو المفروض لعيب يمشي؟ زي امام عاشور اللي كان بيعمله الاهلي ده. امام عاشور لو جينا قارناه بعبد الله السعيد، عبد الله السعيد لما الناس شمشمت ان هو هيروح الزمالك وي يا باشا، ده انت مش بس هتتبهدل وتمشي، ده انت قعدوا على الدكه، ده انت تقعد على الدكه، وهنجيب لك عقد في بلد مغموره وتروح تتبهدل، وبعد كده كمان هقول لك انا مش عايز اشتريه. طب خلاص مش لازم الافتراء. هو انا حاسس ده بصراحه حاسس فيه زياده. انا شايف وما كانش ليه بديل. ما كان واحسن لعيب في مصر لحد النهارده والله العظيم، احسن لعيب في مصر. سيبك من امام عاشور، انا بتكلم كاداء على اخر 10 سنين عبد الله السعيد بيقدم مستوى انا بعشقه اللعيب ده. بس انا اتكلم في عقوبه فير. انت يا باشا عملت مشكله خلاص. انا شايف ان عقوبه قاسيه جدا 5 ماتشات. قصدي ايه؟ مش بقول لك ان العقوبه قاسيه ولا مش بناقشك في العقوبه. انت بتتكلم ان احنا كنا زمان اكتر من كده. لا نفترى، لا كان كتير قوي، كان كتير قوي. انت حسيت ان الجماعه بصوا ماشي الزمن غير الزمن، الوقت بقى ايه، انا برخي الحبل شويه. ما خلي بالك انت الزمن غير الزمن ومحتاج. لا مش هي نفس القيم والمبادئ، ما تعصبنيش بقى عشان احنا نفتح موضوع تاني والمبادئ. بس انت الزمن غير الزمن ولا قيم ومبادئ مكمله طول العمر من ايام صالح سليم وسيد عبد، عشان بس ما تودينيش في الحته دي. سيد عبد الحفيظ برضو كان اشرس شويه برضو. عندك دلوقتي طبعا برضو الاداره يعني قويه وكل حاجه، بس سيد عبد الحفيظ غير، ما كانش حد يقدر يجرؤ يعمل معاه كده يعني في الوقت بتاع عبد الله السعيد. فلما حصل كده كانت بتخاف قدام الكاميرا منه. فالموضوع كان مرعب. انت شفت احمد الشيخ لما كان كابتن والله ده هو اللي صوره كابتن. كفايه كده كلام قوي في الدوريات المحليه اللي جابت لنا يعني كرشه نفس، حرقنا كتير قوي بعد الفطار. ويعني بصراحه اداء هزيل من الاهلي والزمالك، فبصراحه مش مستمتع واحنا بنتكلم عليهم خالص. ونخش بقى على الدوريات الأوروبية اللي يعني ممتعانة جدا الفترة الأخيرة. ويلا بينا على الشفت الأوروبي. يلا بينا. الحاجة بقى اللي عايز أتكلم عليها طبعا بقى في بداية الشفت الأوروبي هي الفريق اللي مكسر الدنيا وهو بودو جليمت النرويجي. 3-0 قدام سبورتنج لشبونة في مباراة الذهاب، وأداء ولا أروع، أداء ممتع جدا. الفريق ده مش بس كسب، يعني الفكره ان هو مفاجاه قدام سبورتنج، هو ده عامل مفاجئين 3-4. يعني ده كسبان السيتي وكسبان اتلتيكو والريال. يعني لا ما كسبش الريال، كان عامل ماتش حلو قدام الريال. ما كسبش. فهناك كان بره باين الماتش ده، بس لا هو يعني عامل مفاجات كفايه ان هو كسب السيتي. يعني كسب السيتي كان 3-1 بره في ملعبه قصدي، وكسب اتلتيكو في السبعة 8 ماتشات اللي لعبوهم. فلا فريق جامد يعني. انا المشكله بالنسبه لي الفرقه دي بفتكر بيها اياكس 2017، بس بحس ان هي بتفضى بعدها. يعني بعد ما السيزون ده بيخلص بتفضى. ببقى عايز الفرقه دي تكمل كده، وتلاقي اللعيبه اللي خرجت دايما ما بتلعبش بنفس الاداء، تحس المنظومه على بعضها. هي كانت تعويذه كده ومعاهم، وبعد كده خلاص هو 1 ولا 2 بس اللي بيظبطوا. في واد رقم 10 عندهم حلو قوي، الوينج ليفت بيكلفت اي حد، عامل زي جيرمي دوكو كده بس واد صغير، بيخش كده على اي حد بيكلفته. هو اللي عامل تقريبا الاجوان كلها، وحتى بقيه اللعيبه يعني عامله اداء كويس جدا. نخش بقى على شفت الابطال ونيجي نروح لريال مدريد والسيتي. المباراه اللي بتتعاد كل سنه هي بنفس السكريبت بنفس كل حاجه، بس مره تاخد انت واحده وانا واحده انت واحده وانا واحده وكل التوقعات رايحه لانجلترا، ويفاجئنا بصراحه للاسف بطل البطوله والبطل. مش عايز اقول روح الفانيلا بقى يعني والكلام بتاع الاهلي ده. هو للاسف شفت ان الكلام ده حقيقي مع ريال مدريد. يعني انت بتحسه مع ريال مدريد ما بتحسوش مع الاهلي ليه؟ هو هي. انا هقول لك رايي بصراحه. يعني هو ككوره كان اللي حصل، هو اربيلو عمل ايه؟ ممكن يكون السيتي جوارديولا قال لك الريال مش في احسن حالاته، والريال هيستغل الحته دي بتاعه اللي هي انا الفريق اللي مش عارف ايه، وال 14 بطوله وال 15 هتيجي امتى، وال 16 والارقام والعد ودوري الابطال والكلام ده. فالريال هينزل ممكن يبقى فاتح شويه عشان يعرف يكسب على قد ما يقدر في ارضه قبل ما يطلع هناك. الريال عمل ماتش اللي هو عارف اللي هو بيزكس جدا. انا عندي كذا غياب، ما عنديش اللعيبه زي امبابي هلعب اللي كان بيتلعب بيه زمان. ده مش بس زمان، هو نزل رصصهم من ورا. احنا الريال لعب 4-5-1 حاطط فينيسيوس قدام، وما كانش فالفيردي عمل كل حاجه في المباراه دي. كان دافع وهاجم فالفيردي الناحيه اليمين دي كان فاتح فيها شارع، وكان بيخش كمان اكنه مهاجم تاني، وكان هاتريك من فالفيردي. هاتريك من فلفل حراق. ده فعلا هاتريك حراق بجد بصراحه. انا بص بشجع برشلونه، كان هيجيب سوبر هاتريك. كانوا عايزين يشوط البيلن
وما رضيش يعني حاجه يعني ريته شاط البيل، يا ريته شاط البيل بدل فينيسيوس ده. فالفيردي بصراحه مباراه مجرمه زي ما بيقولوا، فلفل حراق بيخلي ريال مدريد يكسب السيتي مستريح. وغير فلفل كان في لعيب في ريال مدريد كان اول مره يلعب في يعني اول مشاركه ليه في دوري الابطال، اللي هو اللي كان صانع لعب، اللي هو في 4-5-1 اللي هو الريجيستا اللي بيستلم بيتريتش ده، اول ماتش ليه في دوري الابطال خالص. ايوه صح. وكان بيستلم ويوزع كتير جدا. شفت لما غلط اللعيبه كلها جرت تسقف له ان هو مش عايزين يخاف. كورتوا مش طبيعي يا جماعه، كورتوا مش طبيعي. انا بس عايز اتكلم في حاجه في المباراه دي. انت عارف ايه سبب اللي حصل في المباراه دي؟ ككوره ولا سبب يعني سبب عام؟ الاعلام الانجليزي. هو الاعلام الانجليزي هو اللي اللي جاب منافق، بيقول لك احسن مدافع في انجلترا واحد زي مارك جيوهي ده. انت شايف الكارثه؟ فالفيردي شمسه جوه منطقه الجزاء، البجح لا جامد قوي مش طبيعي. اصلا هو الدفاع بتاع السيتي كان وحش جدا الماتش ده. هو الدفاع كله وكانوا ما اعرفش ليه جوارديولا كان سايب الكره لريال مدريد. هو يمكن قال الريال اللي موجود دلوقتي مش ريال هيلعب كره حلوه، انا هسيب لهم الكره وانا اللي روح الفانيلا بقى. مش عايز اروح بقى في الحته دي، روح الفانيلا بقى. شفت انا البرشلوني وبقول لك روح الفانيلا. بس بصراحه لازم ندي حق بالفيردي، عمل كل حاجه في المباراه، عمل دفاع قوي جدا، بهدل او قرف جيرمي دوكو مع ان هو الوحيد اللي كان بيقول شويه في المباراه. عندك هجوميا طبعا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. طلع اللي طلعها دي لا اصلا. وحتى شفت عمل ايه في دوناروما، خلي بالك دوناروما كان طلع اللي طلعها ونيمه ورماها من وراه وبتاع، والجون كره شوارع اللي شمس فيه بصراحه مجرم. يا ريته كان جاب البيلين، يا ريته كان بيلين بصراحه، كان هيبقى اسطوره خلاص كده. الريال يبقى اكد ان هو بس مباراه بصراحه يعني قويه جدا من ريال مدريد. نخش بقى على المباراه اللي بعدها، وهي مباراه الزلابيه ولا بيقولوا عليها مباراه الايه؟ البقلاوه التركي، الحلويات التركي من ابو صلاح اللي اكلها وتقل زي ما زي ما كابتن عادل قال. وايه اللي حصل في المباراه دي؟ 1-0 جالتا سراي. هو جالتا سراي كان المفروض يكسب اكتر اصلا، يعني اوسيمين كميه كور ومواقف اتحط مثلا 1 على 1 قصاد دفاع الليفر، وكور يا عم خلص يا عم شوط من بره، الكوره جايه لك اهي قلتش، ما كانوش احسن حاجه انها تتصرف يعني في الكور دي، فكان ممكن يخلص اكتر من 1. ليفربول تايهه خالص. كنا بنقول مشاكل بس الدفاع، مش بس كده، لا الهجوم نفسه كتيكي كابتن ريكو مش موجود بتاع، فاللعيبه مش موجوده. صلاح طلعه بدري، فهو ما فاضلش عندك غير حتى اللعيبه اللي انت كنت بتقول بيأدوا ساعات زي فيرتس فيرتس ايكيتيكي اسمه ايه في نص الملعب النجم السنه دي سوبوسلاي. حتى اللعيبه دي بسبب ان انت ولا الهجوم نافع ولا الدفاع نافع، فمستواها قل جدا. فليفربول بصراحه رايح على منحنى تقيل جدا اللي تحت. يعني انا كنت لسه شفت تصريح ده النهارده. حل ليفربول ايه؟ هو حل ليفربول ان انت تجيب مدرب بقى بجد، يعني اصل ارني شابي الونسو. ما هو شابي الونسو بقى يجي، بس يعني مش بقول ان هو ده الحل الوحيد، بس قصدي فكره تطبق ان انت معاك الخامه ومضطر ان انت تستنى مع ارني سلوت السنه دي اللي طالع يقول لك النهارده انا مش عارف هنعمل ايه في الدوري وماشيين لما نشوفوا الدنيا هتروح في دوري الابطال. انت كنت بتقول في تصريح كنت دلوقتي هو ده التصريحات اللي كان بيتكلم فيها. هو ما كانوا بيسالوه هتعمل ايه في دوري الابطال والدوري، فبيقول يعني زي ما بيقول لي انا ماشي بنور الله لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. هو قال كده حرفيا، يعني شبه لو ترجموا التصريح بشكل عربي ممكن يروح كده. هو حرفيا قال كده تصريح من ارني سلوت كابتن عادل يترجمه ماشي بنور الله لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. فلا هو مش هينفع يبقى يعني صعب قوي الفريق بصراحه. نخش بقى على مباراة فريقي وبرشلونة ونيوكاسل، واللي خلصت ب1-1. جون بيجي في نهاية المباراة من نيوكاسل، وبرشلونة بتلحق نفسها، او اولمو بيلحق برشلونة ببنالتي في اخر ثانية، في صياعة بنالتي صايع. خلي بالك هو عايز اقول لك هو ما قدمش حاجه طول المباراه. عايز اقول لك الملعب كله لبس البيلين ده، الواد نفسه حط التيشيرت على وشه يعني. ده كان ميرفي باين مش متذكر بصراحه يعني. بس هو لبسها له بصياعه. ويمين يامال غير متوقع، يعني انا كنت فاكر كوره زي دي مش يمين يامال خالص اللي هيشوطها. حتى يعني زميلنا عمر خالد كان قاعد بيتفرج على المباراه وبيقول لا ليه ده، اشمعنى ده، بلاش ابو نودلز ده وبتاع وكانت غير متوقعه. هو بارد، انا شايفه هو جامد قوي. هو مش كده، هو 18 سنه يا جماعه. انا 18 سنه دي كنت قاعد بلعب بلاي ستيشن انا على نفس التلفزيون ده. فبصراحه لا بيوقات جامد. وبرشلونه بتفلت، وان شاء الله لقاء العوده في الكامب نو هيبقى حاجه كلام تاني خالص. يعني انت متوقع مش هتعدي بنيوكاسل بقى طبعا ما فيهاش نقاش برشلونه ان شاء الله هتعدي على الكامب نو. خلي بالك نتيجه مرضيه جدا، خاصه ان انت كنت نيوكاسل ومضغوط. الفريق كان ضغطك طول الماتش. برشلونه كمان كان عنده لسه كام اصابه بيرجعوا، رافينيا وراشفورد والناس دي لسه بترجع تاني، فكتر خير الدنيا. برشلونه مش هتدي فرصه لحد ما تقابل ارسنال في الناحيه بتاعتها.
فبرشلونه مش هتفرط في ده، وخاصه ان ارسنال بالنسبه لبرشلونه خصم كيوت، خصم كريم شانتيه حتى مهما كان قوي، بس برشلونه طول عمرها بس انت هتلاقي فريق كلح قوي عندها بعبع. ارسنال عندها بعبع. انت عارف ان ليفركوزن كانوا عاملين حاجه كده لقطه، كاتبينه لعيبه داخله حاطين زي يعني حاجه مجسم كده محطوطه او حاجه زي كده، نو كورنرز مش عارف، يعني اللي هو نو كورنرز فور ارسنال يعني حاجه كده يعني كانوا كاتبينها كده حاجه مضحكه يعني. هما بجد على فكره جابوا جون كلح زي بتاع جوان ارسنال اصلا. المشكله ان ارسنال مش هتعرف تطبق ده في الشامبيونز ليج، حكام دوري الابطال مش حكام انجلترا. تعال بقى نخش على اللي حصل تاني في ماتشات دوري ابطال اوروبا، انا بصراحه ما شفتهاش. انت في مفاجآت كتير قوي يعني. انا كنت عمال اقلب في باريس وتشيلسي وارسنال وليفركوزن شويه، بس كان في نتائج مفاجآت كبيره جدا يعني. اتلتيكو مدريد وتوتنهام 5-2، بايرن 6-1 ضد اتلانتا، وبودو جليمت اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول 3-0 خطيره قدام سبورتنج لشبونه، وباريس وتشيلسي. انا كنت بقلب ما بينه وما بين الماتش ده كان على فكره كان 50-50 يعني 5-2 فرقت في الاخر. كفاراتسخيليا قلب الماتش، نزل يعني في الاخر تك 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 يعني، جاب الدقيقه 87 والدقيقه 93 باين، جاب جونين جامدين قوي. وسبب تحول نتيجه المباراه هو حارس تشيلسي غلط غلطه. خلي بالك تشيلسي كانت بيدرو نيتو مقدم مباراه خطيره، كان ماسك الناحيه الشمال اللي عندك فيها كان في مين في باريس، حكيمي تقريبا. جري 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 جري، كانت كل كرة بيعدي، بس ما كانش هو حكيمي اللي بيدافع عليه على فكره، كان في حد تاني مش فاكر مين، بس حكيمي كان زايد لقدام، بس كانت كل كرة بيخش لحد العمق، وكان بيلعب اوفرات. واحده جابها انزو، واحده تانية مش متذكر مين. مش هو اللي جاب الجول الاول ولا مين اللي جاب الجول الاول؟ هو تقريبا اداها لحد، هو كان السبب فيها او حاجه هو زي كده. تيجي مباراة أرسنال وليفركوزن 1-1، ودي كانت المباراة النهائية اللي في دوري أبطال أوروبا في المجموعة دي. ممكن نقول التوقعات بقى بتاعت مين هيعدي في اللعيبه في المجموعة في الدور الثاني بقى. في بعد الليج 1 نشوف الليج 2 ايه اللي هيحصل كده. ماشي، عندك أول حاجة بودو جليمت وسبورتنج لشبونة. بودو يا باشا. بودو جليمت. الريال والسيتي. الريال. باريس وتشيلسي. باريس. احنا اول مرة يبقى زي بعض خلاص ما فيهاش. أرسنال وليفركوزن. أرسنال كده النص ده كله زي بعض. ماشي. برشلونة ونيوكاسل. برشلونة. ليفربول وجالاتا سراي. صعب. جالاتا سراي هيكسبوا في الانفيلد. يتعادلوا يعني مثلا. اوسمن مرعب يعني نختلف بقى، انا هقول ليفربول. ماشي. اوسمن هيعمل مفاجأة في المباراة دي، هيجنن الدنيا. نشوف هو ده الماتش تقريبا اللي احنا وحيدا نختلف فيه. ايه حاسس كده يعني. اتلتيكو مدريد وتوتنهام. اتلتيكو خلاص 5-2، وبايرن واتلانتا. هو خلص كام الذهاب؟ 6-1. بايرن. خلاص بايرن. كفايه كده كلام قوي في شيفت النهارده، وفي الشيفت المحلي والشيفت الاوروبي. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. تفعلوا الجرس يا جماعه بعد اذنكم. وكفايه كده كلام قوي في شيفت كوره، شيفتك المفضل. يلا بينا، سلام عليكم. يلا سلام.